واجه المجتمع المسيحي العريق في العراق عقوداً من الاضطهاد، حيث منذ مطلع القرن الحالي انخفض عدد المسيحيين في العراق من 1.5 مليون إلى 200,000 فقط. كما سعى تنظيم داعش إلى محو وجود الأقليات الدينية في المنطقة، وهدم المواقع التاريخية والدينية في العراق. على الرغم من المضايقات والترهيب والاستيلاء على الممتلكات التي لا يزال المجتمع المسيحي يتعرض لها، إلا أنهم مصممون على البقاء في موطن أجدادهم. سعت مجموعة من الناجيات المسيحيات برفقة جيرانهم المتنوعين دينياً للتحدث في صدماتهم المشتركة وإيجاد القوة وتعزيز الثقة داخل المجتمعات المتضررة. هذه هي حكايتهم. صراحة اليوم احنا في هذا البلد ولازم نفتخر أن نكون من العراق وسوريا ولبنان وهالبلدان الشرق، وكنا نسميها خاصة مناطقنا ما بين النهرين، بلاد وادي الرافدين، ميزوبوتاميا. فعندنا حضارات قديمة جدا، من الحضارة السومرية والأكدية والبابلية والآشورية والكلدانية. كل هالجذور العميقة اليوم هي اللي تغذينا كشعب. في عام 2021 سن قانون الناجيات الأيزيديات لتقديم تعويضات للنساء الأيزيديات والتركمان والشبك والمسيحيات والأطفال الأيزيديين الذين تضرروا من جرائم داعش. يعد الوفاء بالتسليم السريع لفوائد هذا القانون أمر أساسي للناجيات ومجتمعاتهم. احنا سعداء جدا بأن الحكومة العراقية شرعت قانونين أو 3 لتعويض الناس المتضررة من جراء عمليات داعش الإرهابية. هال3 قوانين هي مهمة وجيدة، لكن نريد تفعيلها. يعني الناس اللي كانوا ضرروا بالموصل صراحة يعني معظمهم يعني نقدر نقول الأخوة الإيزيدية والشبك، وعندنا أيضا الفيليين، وعندنا أيضا كثير من التركمان ومسيحيين. زين هذول لما تأذوا أو قسم منهم مختطفين أو مختطفات يخجلون أن يجون يقولون كل الأمور، فلازم يكون تسهيلات. دخول داعش على مناطقنا كان يوم مأساوي، بعد ما أيضا أذى المنطقة ككل والموصل بشكل خاص، وخاصة حزيران يعني، وبعدين إلى تموز 2014 كانت فترة مظلمة جدا. شوهوا الدين، شوهوا الله سبحانه وتعالى، وأذوا الناس، وطعوا أيضا خلال كم شهر قليلة إلى يعني تموز طعوا وقت محدود للمسيحيين أن يختاروا إما مغادرة البلد أو أن يأسلموا أو يقتلوا. فأكيد معظم المسيحيين ما أرادوا يعني يغيرون دينهم، لأن لا إكراه في الدين، ففضلوا أن يطلعوا. فلما طلعوا تركوا الموصل وطلعوا إلى سهل نينوى، هالسيطرات قاموا أخذوا كل ما يملكون. أثناء احتلاله للموصل قام تنظيم داعش بتمييز أبواب المسيحيين بالحرف العربي نون إشارة إلى النصارى، كما طالب المسيحيين باعتناق الإسلام أو دفع الجزية. لكن عندما رفضوا ذلك صودرت منازلهم وأعلنت ممتلكاتهم كممتلكات لما يسمى بالدولة الإسلامية. تشير التقديرات إلى أن تنظيم داعش استولى على 400 منزل
و19 مبنى تجاري و167 شركة محلية للمسيحيين في الموصل، مما أدى إلى نزوح العائلات التي عاشت هنالك لقرون. المذبحة صارت 7 من الشهر الثامن، نقولها 7 آب 1933. صارت من وراء مطالبة فئة من الآشوريين بالحكم الذاتي، يعني بالاعتراف بالوجود القومي الآشوري كجزء من الشعب، مو كأقلية يعني عرقية، خاطر يأدبون الأقلية لإخافة الأكثرية. صارت المذبحة على هاي التلة، واللي طبعا ما حد آثرها نهائيا. تلة صار ما نشوف يعني شيء، ما نشوف لا قبر ولا انمحت الآثار السيئة. صارت منطقة تجارية لخدمة الاتصالات وغيرها وغيرها. هاي الفاجعة مو هيك تضيع يعني هباء، يتم تكريمهم، يتم مثلا بناء منطقة خاصة لهم كمزار يبقى شاهد للتاريخ، على أمل أن يبنوها. أنا كناجية ما أريد إنه أروح إلى منظمة أو شخص أحكي له قصتي وهو يوصل رسالتي إلى شخص آخر أو خارج العراق. لا، أنا أريد بنفسي أوصل رسالتي. لازم إحنا نطلع اليوم ونحكي ونطالب بحقوقنا. إذا نبقى هيك ما نحصل شيء. أنا بالنسبة إلي كشبكية تشجعت من خلال بنات أيزيديات، لأن دائما أطلع وياهم على مثلا مؤتمرات، لقاءات، ورشات عمل، بس هسه المشاكل إنه تقديم على قانون الناجيات، يعني سووها صعب إلى درجة مثل ما قالوا خواتي لازم الدولة تثق بينا، إنه بدون أوراق ثبوتية أو بدون أوراق تحقيقية مثل ما يقولون إنه يقبلونا إحنا كناجيات، لأن ماكو وحدة إنه ما صارت بيد داعش تطلع وتقول أنا صرت بيد داعش، تضحي وتجازف. برأيي أنا كل الناجيات من أي مكون من أي ديانة هم بطلات. يعني هو الناجيات، يعني لما نشوف ناجيات مو إلا يكون يزيدية نرتاح معه، حتى إذا مسيحية شبكية تركمان ماكو أي مشكلة، الحمد لله. يعني نحن نحس بعد. تعرضت النساء المسيحيات والناجيات الأخريات من داعش لانتهاكات مروعة، لذا لديهن الحق في التعويضات بموجب قانون الناجيات الأيزيديات. لذلك يجب على الحكومة العراقية تسهيل تطبيق هذا القانون من خلال ضمان ما يلي: أن لا تعيق متطلبات الإثبات الرسمية عملية تقديم الطلب، وأن يتم إعلام الناجيات واستشارتهن بانتظام، كما يجب توفير المزايا والخدمات والتعويضات المنصوصة في هذا القانون دون تأخير، وأيضاً اتخاذ خطوات ملموسة لضمان عدم تكرار مثل هذه الفظائع. بالإضافة إلى ذلك يجب اتخاذ إجراءات أوسع نطاقاً لإنهاء التمييز ضد الأقليات العراقية بما في ذلك المسيحيين، وضمان سلامتهم وحقوقهم في المساواة في القانون والواقع.